اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض مربى الجزر، من المربات اللذيذه جدا جدا وحلوه قوي، بتنفع في الفطار الصبح. وطعمها كده بصوا مختلف عن اي مربى تانية. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه، اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي وصلنا للنتيجه الحلوه دي ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اولا انا جبت كده عندي كيلو من الجزر، تقدري تجيبي بقى كيلو 2 كيلو 3 كيلو زي ما انتي تحبي الكميه اللي انتي حباها. طبعا غسلتها كويس، وهبدا ان انا ابشر الجزر ده بشر ناعم خالص اهو بالشكل دوت. بصوا يعني ببشرها ناعم قوي بحيث انها ما تبقاش فيها قطع خالص. خلاص هبشر كل الكمية بنفس الطريقة. خلاص بعد ما بشرت بس الكمية دي هكمل بقى كل الكمية برضو. وخلاص دي بعد ما خلصتها اهو، هجيب كمان عندي برتقانية، هاخد بس الطبقة الخارجية يعني القشرة اللي بره، ما باخدش القشرة الابيض اللي جوه ده لان ده بيبقى ممرر، فاحنا بناخد بس القشرة الخارجية بتاعة البرتقانة. جربي بقى البرتقانة دي بتخلي المربى في حتة تانية خالص. على كيلو الجزر حطيت نص كيلو من السكر، وهبدأ ان انا اقلب بقى الجزر كده مع السكر كويس، اغلف كل الجزر بالسكر. ممكن انك انت بقى تسيبيها قبلها بليلة، لو عندك وقت تسيبيها قبلها بليلة تنزل كل المية بتاعتها، او انك انت انا مجرد سبتها ساعة واحدة، يعني انا كنت عايزة اشتغل فيها على طول فسبتها ساعة واحدة، حطيتها في التلاجة ونزلت المية بتاعتها، وطبعا بتغطيها كده بلاستيك راب عشان بس ما فيش حاجة تنزل فيها او حاجة. بعد الساعة نزلت شوية المية دول، يعني انت لو هتسيبيها كمان قبلها بليل هتنزلك المية كمان اكتر من كده. هجيب بقى عندي حلة، هنشغل النار على النار الصغيرة خالص، وبنوطي عليها النار، وببدأ انزل عندي بالجزر. طبعا الجزر بقى على النار هيفضل ان هو ينزل المية بتاعته، طبعا مع السكر بقى اللي بينزل منه كده بينزل المية بتاعته. كل شويه بقى بتقلبيها كده تقليبه بسيطه، وتخلي بالك عشان بس ما تلزقش في الحله وتشيط منك. خلاص قرب بقى كده ما تبدا انها يعني تشرب الميه بتاعتها، بنزل عندي بنص ليمونه. نص ليمونه دي عشان تحفظ لي المربى. نشيل بس البذرتين اللي نزلوا من الليمونه دي عشان ما تضايقش حد بس في الاكل. وبسيب بقى المربى الجزر خالص لحد ما يشرب الميه بتاعته، وبعدين بعد كده بسيبها لحد ما تبرد تماما. ما ينفعش ان انا اعبيها في البرطمانات او البرطمان اللي انت هتحطي فيه الا لما تكون المربى بردت تماما. طبعا البرطمان يكون معقم، ما فيش فيه اي روايح ولا اي ميه موجوده فيه من اي حاجه موجوده فيه قبل كده. هحط عندي بقى المربى، شايفين لونها يا جماعه؟ وسكرها مظبوط جدا جدا، ما تزوديش عن كده علشان خاطر ما تسكرش معاكي، يعني احنا عايزينها تبقى برضو طعمها حلو. هي الجزر عموما بيبقى فيه كمان سكر، يعني بيبقى مسكر اصلا. بصوا عملت لي البرطمان ده، وكمان اتبقى شويه شويه كده في طبق. ده كيلو واحد من الجزر. تقدري انك انت بقى تجيبي الكميات اللي انت حباها. لو حابه بقى مربى الجزر كتير عندك، هاتي بقى الجزر دلوقتي رخيص، تقدري تعملي كميه زي ما انت عايزه. طبعا ما اقدرش اقفل على البرطمان خالص طول ما هي لسه دافيه. لما تبرد خالص تبداي انك انت تقفلي عليها البرطمان وتحطيها في التلاجة وتاخدي منها زي ما انت عايزه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تكوني استفدتي وتقولي رايك ايه، واشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.